الصالون اللي عرفت انهم جم. اسلام نزل على تحت بعد ما طلع اسلم فوق، وهي كالعادة رفضت تشوفه، لكن اسلم المرة دي اصر. معلش يا عمي اعذرني، بس انا مش همشي من هنا قبل ما اتكلم معاها. هي بتقول عايزة الطلاق، وفي نفس الوقت مش عايزة تقابلني عشان اعرف هي عايزة ايه بالظبط. هي مش عايزة حاجة غير الطلاق يا ابني. برضه انا مش شايف ان الحوار يجي بالطريقة دي او بالسهولة دي. خلاص انا هدخل اكلمها وربنا يهدي يا ابني. دخل يتكلم مع بنته، وطبعا عرفت ان مفيش حد بره غير اسلم، فحست انه وحشها جدا لدرجة انها قررت تطلع تشوفه. الكهرباء فجأة قطعت، وبالنسبة ليه كان كده كده مش شايف اي حاجة، فدخلت ليه. انت كويس؟ النور قطع فجأة، اتمنى ما تكونش اتخضيت. واتخض من ايه؟ انا مش شايف حاجة اصلا. انا اسفة، مش قصدي احرجك. لا عادي، انت متعودة تتعاملي معايا كأني بشوف من يومنا. ايوه بس حسيتها جت المره دي بتلقائيه. الدنيا ضلمه قوي، انا هجيب كشاف التليفون لاني حاسه اني هقع على وشي دلوقتي. جابت فعلا التليفون وفتحت كشافه، وطبعا هو حط ايديه على عينيه، نزل ايديه والكهرباء جت في اللحظه دي وهو اتصدم. انت كويس؟ في حاجه ولا ايه؟ طبعا كان ساكت خالص وبيبص لها وبس، وهي قربت منه وقعدت جنبه. ما تبطل بقى تبصلي بالشكل ده. ببص لك ازاي؟ مش فاهم. حاسه كانك شايفني. وفيها حاجة لما أشوف مراتي؟ لا بس دلوقتي لابسة بيجامة، يعني كمان في تغيرات حصلت فيا. زي الشيء ما يشغلش حضرتك، وخلص وقولي انت جاي هنا تعمل ايه؟ لو جاي تتكلم في الطلاق فالأولى تكلم بابا. طلاق ايه؟ بعد الشر، انا جاي اتكلم معاكي شخصيا واقول ان الحوار افور مني ومنك، وانا بقى ملكة الافوره، وبقول لك خلاص اللي مش باقي عليا لحظة انا مش باقي عليه العمر كله. هو اسلام شافك من غير نقاب؟ البركة في الحربوقة اللي دخلت بيتكم. انا حاسس اني متضايق قوي، واعتقد ان الحوار مش هيعدي بسهوله عشان بجد عيب في الجيب. جاي تتكلم بعد 6 شهور وبعد ما سبتني